الفيديو ده عبارة عن نصيحة. هنصحكم ان انتوا ما تحاولوش تهزروا ولا تلعبوا ولا تقربوا من كام برج. ليه بقى؟ لان انتقامهم مرعب. ضايقتهم مرة هيضايقوك 10، عملت فيهم موقف هيردهولك في ساعتها. ابراج انتقامها بجد مرعب، ما تحاولوش تهزروا معاهم، ما تحاولوش تقربوا منهم، ما تحاولوش تضايقوهم. اول برج وبصوا ما عندهوش منافس، يعني برج العقرب. برج العقرب برج لانه زي ما قلت عاطفي قوي، وبياخد الحاجات بقى على جوه. بصوا مش ممكن اقول لكم، لو انت دوست على جزمته وانت مش قاصد، ممكن هو يقعد جنبك على الارض ينضفها معاك. لو حس ان انت قاصد تدوس على جزمته، مش قادره اقول لك رد فعله هيبقى عامل ازاي. فهو نفس الموقف بس حسب نيتك وحسب طريقتك وحسب انت قاصد ولا مش قاصد. تفاصيل كتير قوي بيبقى بناء عليها العقرب بيتأثر. ممكن يبقى معاك قوي ويقف جنبك جدا لانه عارف ان انت مش قاصد وان انت مش عايز تضايقه وان انت مش عايز تيجي عليه، وممكن يبقى فوقيك جدا لو حس ان انت قاصد تأذيه، قاصد توجعه، انت ما عملتش حساب وجعه وزعله. فقابل بقى يعني. مش قادره اقول لكم يعني لو في حد جرب يدخل في الكومنتات ينصحهم. انتقام برج العقرب. تاني برج، وده يعتبر برج الناس ما بتخافش منه قوي لان مش معروف ان هو جبار في انتقامه، برج العذراء. برج العذراء برج دماغ متكلفة من الآخر، ما بيعوزش يعمل حاجة غير وبيعملها. لو عايز حد ملياردير يفتقر هيعرف ازاي يلاقي طريقة عشان يفتقر، ولو عايز حد فقير يبقى ملياردير هيعرف يلاقي له طريقة عشان يبقى ملياردير. فالعذراء دماغ متكلفة. تخيل بقى لما انت تيجي تنكش او تقرب او تضايق او تزعل، الدماغ دي ممكن تعمل فيك ايه؟ يعني نصيحة بلاش تجرب. هو اوريدي لو حطك في دماغه هيجيبك ارض، فبلاش. البرج اللي بعد كده برج الحمل. برج الحمل ما يسيبش حقه ابدا. برج الحمل عنده انتقامين، انتقام وقتي، انت قلت لي كلمه هردها لك، وانتقام على المدى الطويل بقى، اللي هو الشخص ده ضايقني، انا خدت حقي هو رديت والكلمه ب10 وخلاص، بس هفضل متعصبه ان الشخص ده عمل فيا الموقف ده. مش مهم بقى انا رديت، انا خدت حقي، ده ما يحسبش. في انتقام تاني عشان اردها له بقى، اردها له في موقف تاني، انا اللي بادئه، انا اللي واخد الخطوه في ان انا اخد حقي. انا هاخد حقي يعني هاخد حقي مره واتنين. ده بالنسبه لبرج الحمل ما بيتنازلش، مش هيهدى كده، مش هيهدى له بال غير لما ياخد حقه. ايه تاني ابراج انتقامها مرعب؟ السرطان. السرطان على قد ما يبان كده برج كيوت واليف وغلبان وحزين في نفسه كده ومشاعره يا عيني مأثرة عليه ومكتئب وقاعد على جنب، الا ان السرطان بيخاف قوي 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 على مشاعره. لما تأذيه او تأذي مشاعره او تجرحه او تعمل معاه موقف يأثر في مشاعره، ممكن يقعد سنين يرسم لك خطة انتقام بقى، سنين وباله طويل قوي، وهيفضل بص لحد ما يجيب اخرك مرة واتنين وتلاتة لحد ما يحس ان هو هيلد بقى، كل مشاعره اتشفت يعني او حصل له استشفاء، يعني زي ما بيقولوا مشاعره هديت وما بقاش متأثر باللي انت عملته فيه. دول اكتر ابراج. في ممكن كمان ايه برج يبقى انتقامه مرعب؟ لا تقريبا هم دول اكتر الابراج اللي انتقامها يعني صعب قوي. القوس انتقامه يعني القوس مش من النوع اللي بينتقم، بس هو عنده دايما رد فعل،
فرد فعله ممكن يكون مش انتقام مرعب، بس لازم يبقى له رد فعل. يعني مش موقف كبير قوي، بس ما بيعرفش يسكت، ما بيعرفش يسكت على حقه، بيرد. يعني عملت معاه حاجه هيردها لك، بس مش بشكل سادي وانتقامي وخطط وكده زي باقي الابراج. في ابراج انتقامها بجد مؤذي. عندهم يعني ربنا يكون في عوننا، ونبعد عن شرهم من الاخر، عشان هم لو حطوك في دماغهم. قول على نفسك يا رحمن يا رحيم.